ايه؟ طيب هنتكلم بعدين. بتكلمي مين يا علي؟ صاحبتي في المدرسة. طيب يا بنتي زي ما بقولك كده. طيب بكرة نتكلم. اقفلي وهكلمك تاني. بتكلمي مين؟ صاحبتي يا ماما. صاحبتك؟ والله وريني تليفونك. انت مصاحبه يا عاليه؟ حاضر والله لو اوريكي. اولا التليفون هيتسحب، ثانيا مفيش خروج مع صحابك خالص، ثالثا بقى بابا اللي بيعاملك كويس ده هيعرف وهيقل منك وهيعرفك يعني ايه يا عيله يا اللي لسه ما طلعتيش من البيضه لما تصاحبي ولد. انت قللتي الادب وما تربيتيش وانا هربيكي. امبارح بعد الدرس اتاخرتي نص ساعه، اقدر اعرف ليه؟ العادي يعني، بصور ورق. صورتي ورق مع مين؟ صحابي من الدرس. ايه السؤال الغريب؟ اسامي صحابك ايه؟ ايه الأسئلة دي كلها بجد؟ الاسئله الكتيره دي لان ببساطه يا عاليه امبارح خالك شافك وانت ماشيه مع ولد زميلك. ايوه، بس ده ولد مؤدب قوي وكويس قوي، محترم كده وزميلي ومعايا في كل الدروس بس يا تقريبا. علي حبيبتي انا فاهمه كويس قوي سنك، فاهمه كويس قوي ان انت دلوقتي مشاعرك مضطربه. ممكن تقابلي شخص تحسي ان انت بتحبيه اللي دلوقتي واخداه حب، في المستقبل صدقيني هتضحكي عليه. انا معاكي وهسمعك في اي وقت. لو عايزه تاخدي رايي في اي حاجه ما تخبيش عليا حاجه وتعالي قولي لي يا عاليه. خطوه بخطوه انا معاكي. مشاعرك مش غلط ومش عيب، الغلط والعيب ان انت تتصرفي تصرفات غلط تحت بند المشاعر دي يا حبيبتي. انا جنبك في اي وقت واتمنى اسمعك واتمنى افيدك يا روحي. عمري ما هخذلك وبحبك. وانا كمان بحبك قوي.